السلام عليكم. اليوم انا بنفس الموقع اللي هو السايلو اللي خاص بالاسمنت. مثل ما تشوفون الشغل هنا كله وذر بروف ومواد كلها ثقيله، طبعا ريجيد بايب اللي يشتغلون هنا وكلها صناعه امريكي. فقط شيء واحد هنا لقيت، هذا الباكس اللي تشوفوه اللي هو خاص بالكنترول. انا طبعا جبت هاي فتحات البراغي، ما بي اي فتحات، هو تبون بهالصوره هذه. هذا الباكس اللي لفت انتباهي الصناعه مالته، مثل ما تشوفون ميد ان موراكو، صناعه في الموراكو مثل ما تشوفون طبعا. بصراحه فرحت، شفت دوله عربيه تصنع مثل هيك شيء، باكس معتمدين عليه بهذا الموقع. الصناعه خاص شركه شنايدر، طبعا مثل ما تشوفون شنايدر الكتريك. فبصراحه انا فرحت لهذا الشيء، انه دوله عربيه تصنع مثل هيك باكس ويستخدموه هنا في امريكا. مواد دائما هنا اللي يستخدموها ثقيله ونوعيه جيده يختارها. اللي لفت انتباهي بالبدايه هو هذا البرغ اللي خاص بالجراوند، اللي من المفترض هنا كل المواد اللي موجوده الصناعه في امريكا يكون اخضر الجراوند، البرغ مالت الجراوند، لكن هنا يختلف اللون مالته. هذا اللي خلاني صار عندي فضول اني اباوع واشوف صناعته، فلقيته هو مغربي. فاني من هذا المكان احيي اخواننا المغاربه، وان شاء الله كل الدول العربيه تبغى تصنع باكس مثل هذا وافضل من هذا. ان شاء الله عن قريب نشوف هنا في امريكا ميد ان العراق. ان شاء الله نشوف كل الدول العربيه تصنع هيك اشياء. هذا السبب اللي خلاني اسوي هذا الفيديو اللي خاص بهذا الباكس. وانا اشكركم، في امان الله.